السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامج اليوم نستضيف المحامي نضال عواودي من كفر كنا، المرشح رقم 2 في قائمة نقابة واحدة برئاسة المحامي إيفي نافي. سنتحدث عن انتخابات النقابة التي ستجري في 20 من هذا الشهر. ما دور عواودي في هذه الانتخابات؟ وهل سيكون عضوا في لجنة تعيين القضاة؟ وما دوره في مساعدة المحامين الشباب؟ وعن أمور أخرى سنلقي عليها الضوء من خلال هذا اللقاء. دعوني أرحب بالمحامي نضال عواودي في استوديوهات كل العرب. أهلا وسهلا فيك أبو محمود. أهلين أخي فايز، أهلين. أخي نضال، أنت مرشح رقم 2 في قائمة نقابة واحدة برئاسة إيفي نافي. الانتخابات النقابة ستجري في 20 من هذا الشهر. صحيح. ما هي الاستعدادات وأين تقفون من الانتخابات حاليا؟ احنا طبعا على بعد أسبوعين من الانتخابات. أنا المرشح الثاني في نقابة في قائمة نقابة واحدة برئاسة الرئيس السابق إيفي نافي. نعم. الأمور يمكن يعني في المجتمع في استعدادات للانتخابات. نعم، في استعدادات كبيرة في المركز، في تل أبيب، في الأماكن الساخنة أكثر. إحنا عندنا في الشمال توافقنا على الأستاذ محمد نعامني، وبنبارك له بهاي الفرصة على إنه يعني أخذ اللواء رئاسة لواء الشمال بالتزكية. نعم. طبعا هذا كان من خلال التوافق. أنا أخوض الانتخابات ضمن قائمة قطرية، مش القائمة اللوائية. القائمة اللوائية مثل ما حكيت لك إنه كان في عليها توافق وكان في عليها تزكية. في المناطق الثانية طبعا مش تعلي الانتخابات. طب بس ليش أستاذ نضال اختيارك لهي القائمة بالتحديد؟ يعني في قوائم أخرى. صحيح، يعني يمكن لو ما كانت هاي القائمة بالتحديد كان ممكن هاي المرة أتركت كل موضوع انتخابات النقابة وكل العمل النقابي. هاي المرة لأني يعني في تجربة سابقة مع الرئيس السابق إيفي نافي، اشتغلت قباله وتعاونت معه. كانت فترة ناجحة. كانت فترة ناجحة جدا، وأفكر إنها كانت أنجح فترة لكل المحامين العرب. يعني كان تعاملنا معه شفاف واضح، كلمته كانت محترمة وما أخل معنا ولا في أي اتفاق، وكان جل عمله في خدمة المحامين العرب وما حدا بيقدر ينكر هذا الشيء. واثنين، يعني لو أخذت النقابة في فترة إيفي نافي وأخذتها اليوم أو عن السابقة، أنت بتشوف فرق شاسع. يعني عميد باخر يعني لا يقوم بالعمل نفسه اللي بيقام فيه. عميد باخر يعني أنا بقول عنه اليوم هو رئيس الصدفة. هو صحيح مؤقت ولكن هو رئيس الصدفة. عميد باخر أدار لواء تل أبيب مدة 4 سنين. أنا أتحداه كنت يجيب عمل واحد عمله، أتحداه فوت محامي عربي من يافا على النقابة في تل أبيب، ما سواش ولا إشي. بالعكس ضل عنده اللواء مجمد. أجت المظاهرات وكل موضوع الريفورما مش بتيل الإصلاح القضائي وركب عليه هذا الموضوع، ولا هو يعني لا إله بهذا العمل ولا هو بيعرف بيه ولا بيعرف يدير لواء، فبالك إنه يدير بس نقابي. أخي نضال، عشان نكون إحنا واضحين مع المشاهدين، عميد باخر يعني بالعقلية الموجودين إنه هو يساري وإنه إيفي نافي يميني، هذا ممكن يأثر على المصوتين المحامين العرب في انتخابات النقابة. للأسف أليس كذلك؟ للأسف هذا الإشي اللي منتشر. وأنا بفكر إحنا ممكن هون يعني نعمل أكبر غلطة لما مندخل السياسة على النقابة. أنا ضد تسييس النقابة. في لحظة اللي بنقسم العمل النقابي ليسار ويمين، إحنا العرب سنجد نفسنا المحل اللي أكتر إشي بتلقى ضربات من كل المحلات. لا اليسار برضى عنا ولا اليمين برضى عنا. أما بالنسبة لكون عميد باخر كيساري، أنا أقول لك إنه في البداية بدأ لا لأنه بيشارك بالمظاهرات وضد الإصلاح القضائي بث هيك، ولكن اليوم بعد ما شاف حاله إنه بنزل بالإحصاءات وشايف حاله إنه طبعا باستطلاعات الرأي مبين أشكر إنه قاعد بنزل كتير. فاليوم انت طلع حمال مش بطيء بالمفصع اللي كان بالحرب اللي كانت في غزة. وبلش اليوم يحكي لكل الناس إنه أنا يمين أنا مش يسار، واليوم بقول إنه أنا دعمني قدعون ساعر، أنا برشحني قدعون ساعر، ومكتوب ونشره على كل الناس وبكل المحلات اليوم. يعني اليوم قاعد بحاول إنه يستجذب اليمين لإله ويحاول يظهر. يعني عند اليهود برقص بعبات اليمين
وعند العرب برقص بعبات اليسار، وهذا إشي يعني غير مقبول. واثنين يعني تسييسه للموضوع لما بقول أنا مش راح يكون لي ولا أي تواصل مع وزير القضاء. يعني أنت رئيس نقابة، كيف ممكن أنت طب هذا تحديدا موقف يعني يعني ضد الحكومة وضد اليمين وضد اللي عادي يا سيدي، بس احنا بنخدم ناس، احنا بنخدم جمهور محامين. آه. حتى لبين مكان اليوم اللي وزير القضاء رئيس النقابه اذا فيش له عمل مشترك مع وزير القضاء، انت فيش شو تعمل، فيش شو تقدم. فانت ملزم تعمل ملزم مقابل. فما بالك لما نحكي احنا عن الوسط العربي. احنا الجمهور الاصعب، احنا الرقم الاصعب، احنا اللي وضعنا اليوم شبابنا ما فيش عندهم فرص عمل، فيش شو يساووا. يعني انا ما بقول انه الكل عاطل عن العمل، ولكن انا بقول لك اليوم المحامي العربي الشاب يستصعب انه يلاقي دخل ومعيشي لانه محترمة. فيك يعني محامين كثر يعني في اشباع يعني بهذا المجال. يعني احنا اليوم حوالي عدد المحامين اليوم يتعدى 80,000 محامي. عند العرب عندنا نسبة كبيرة 45,000. لا عند العرب يعني آلاف. ما عندي الرقم هذا. كنا مرة بالفترة اللي فاتت أذكر إنه كنا يمكن 6,000 أو 7,000. إحنا يعني إحنا مش عشرات الآلاف، أكيد مش عشرات الآلاف. طبعا صوتنا. طب أنت عشان ترتب معيشة لهدول الشباب المحامين الجداد، يعني شو القائمة تبعتك اللي أنت عضو فيها؟ طيب أنا بدي أعود لك ممكن تساعدهم. طبعا بدي أعود لك بالذاكرة لورا. كل موضوع الدفاع العام وكل موضوع المساعدة القضائية هذا انفتح في زمن إفنافي. انتبه أنت مركو 5 سنين أو 6 سنين 5 سنين أو 6 سنين اللي ما سمعناش ولا إشي. بالعكس هاي المؤسسات اللي هي الدفاع العام والمساعدة القضائية، هاي السنغوريا سيبوريت. مظبوط، سنغوريا سيبوريت صفت لفلان ولعلان. يعني في بعض من المحامين اللي استولوا على هاي الملفات أنا ما بدي أقول استولوا، أنا مش ضدهن ولا بدي أستعديهن، ولكن أنا بقول بدك إنه لازم يكون هذا تقسيم أكثر عادل، لازم يكون يتقسم، خاصة أنت للجيل الناشئ. مش لازم يبعث لنضال عواودي يروح يمثل في الدفاع العام. أنا مش بحاجة إنه أروح أمثل في الدفاع العام. ليش اليوم في محامين؟ بس المحامي الجديد الناشئ بحاجة إنه يأخذ. طبعا بحاجة. أنا بفكر غير عادل اليوم. هذا الإشي مش موجود اليوم، مش موجود. وأقول لك حتى التقسيم اللي موجود اليوم حتى هو بين الموجودين مش عادل. فأنا بقول يعني، وهذا أصلا سر دخولي للانتخابات في هذه المرحلة، إني أول إشي انطرح علي رقم 2 في القائمة، وأنا في علاقة ممتازة شخصية ممتازة مع إفنافي عملت. وأنت شايف إنه بفيد العرب أكثر من عميد باخر؟ أنا مش بس بقول هيك، أنا بوعد إذا انتخب إفنافي رئيس النقابة وأنا أعتقد إنه كل الحظوظ موجودة قدامه إنه يفوز في الانتخابات، أنا راح أهتم بالمحامين الشباب وراح أحط موضوعهن على الطاولة، وراح أهتم إنه كل موضوع داخلهن يلتقى له حل. بصيرش يضل هذا الشيء موجود. في حال فاز إفنافي في هذه الانتخابات، أنت يعني مهيأ أو مرشح من قبل القائمة إنك تكون أنت العضو النقابي في لجنة تعيين القضاة. نعم صحيح. هذا موضوع اللي بالنسبة لي يعنيني بشكل شخصي، إني أقدم كل الناس اللي بيستحقوا يفوتوا على السلك القضائي. وأنا ما بفكر إنه في كثير ناس اللي انظلمت رغم إنها كانت موجودة وقدراتها هائلة وتستحق وما فتتش لهناك. فأنا بفكر إنه هذا الموضوع إحنا لازم نخترقه. يعني أنا بدي أقول لك اليوم نسبة عالية جدا من التعيينات كلها بتيجي من تلا النيابة العامة أو من تلا المؤسسات الحكومية. طب ليش؟ وين المحامي اللي خلينا نقول لك الشخص المحامي اللي بيشتغل في السوق المفتوح، في السوق الحر، وين هو؟ ليش بفوتش على السلك القضائي؟ ليش؟ أو بفوت بنسبة قليلة جدا. ليش؟ ورغم إني أنا وإنتي وبنعرف كل الناس بتعرف إنه عندنا محامين قادرين ومحامين أروع ما يكون. أنا بفكر في هذا الموضوع إنه هذا موضوع مهم، وأنا بفكر إني يعني هاي فرصة لإلي إني انك تقدر تساهم اخذ هذا الموقع واساهم في فتح الموضوع. بس في نقص قضاء بشكل عام، مش بس يعني في نقص قضاء. الجهاز القضائي بيعاني من قلة القضاء، انه الملفات عم تتراكم سنوات طويلة. مظبوط. هاي اصلا انا لو سألتني يعني عن الاصلاحات القضائية كانت لازم تتم في هذا الموضوع بالاساس في هذا الموضوع.
بالاساس في هذا الموضوع مش انه لجنه قضاء ولا مش لجنه تعيين القضاء ولا مش لجنه تعيين القضاء. انا ضد كل موضوع الاصلاحات اللي بيقولوا انه لجنه تعيين القضاء تطلع من النقابه. انا مع انها تضل في النقابه، وانا راح اكون مرشح رئيس النقابه اذا فاز السيد ايفي نافي، راح اكون مرشحه لاشغال هذا. طب تعيين القضاء انت بتحكي مش بس بمنطقه الناصر وحيفا، انما ايضا بالمركز بكل البلاد. وهون بيحكوا لك انه كانه نتنياهو بده، طيب نتنياهو بده يمسك ايفي نافي، بده يمسك نضال، مع ان انا بقول لك ما في منه. وايفي نافي كان قبلي هون عندك وانت سالته عن موضوع الاصلاحات القضائيه، وقال لك انا ضد هذا الاصلاح اللي هو بيطرحه، انا مع اصلاحات ثانيه. واحده منهن انا بقول لك يعني انا بشكل يعني ما فيش واحد عاقل ممكن يفكر في انه يلغي لجنه تعيين القضاء حتى لو اشغلها واحد ثاني غيري. انا ضد ولا باي شكل من الاشكال انه يتم الغائها من النقابه او انها تنعطى يعني الائتلاف الحكومي. بس الاصلاح القضائي اذا مرق يعني او تم تمريره، ممكن انه يلغوا تمثيل النقابه في لجنه تعيين القضاء. ممكن. انا بدي اقول لك اكثر من هيك. اليوم في السياسه اللي بيتبعها السيد عميد بيخر، يعني في تسييس الموضوع، هو قد ياتي ويجهز على كل النقابه. يعني في حاله انك انت اليوم فيش عندك اي تعامل مع الحكومه او مع الوزير، او يعني التعامل في هذا الشكل انك انت بتلغي الاخر، انت فيش شو تعمل، فيش شو تقدم. وانا بفكر انه هذا الطرح مغلوط، وهذا احد اهم الاسباب انه اليوم هو بنزل قاعد في الاحصاءات بشكل وبكل الاستطلاعات بشكل رهيب. يعني بنحكى اليوم انه نزل، مش بنحكى، انا بعرف انه نزل 11% في خلال اسبوعين في الاستطلاعات الرأي. طبعا. وانا بسمع كمان من الخارج انه المستشارين تبعونه بيقولوا له تحكيش انه كلامه في هذا الموضوع اضره. كم منافس فيه بالانتخابات النقابه هذا؟ يعني عميد بيخر انا بفكر انه الانتخابات هاي تجري بين عميد بيخر وبين ايفي نافي، كل المرشحين بالمحصله يعني بالمحصله. المرشحين الاخرين يعني في كمان 3 اللي هن درون برزيلاي اللي كان الرئيس السابق، له يحظى ل 2 أو 3% بالاستطلاعات. في كمان واحد اسمه أركادي أولجاشفيلي من القدس، برضو كمان في يعني في نسب مئوية بسيطة جدا. ومرشح ثالث أبي لالوم اللي هو كان عضو في يعني اللجنة القطرية طبعا. بس احنا بنحكي على مرشحين اللي هن وهل سيبقوا للآخر للنهاية يعني حسب لا رأيك؟ أظن أنا طبعا اليوم ما بقدر أكشف، ولكن في اتفاقات صارت موجودة جاهزة، وإحنا اليوم ممكن ننهي بعض الأمور ونطلع بخبر متأخر يعني عن هذا الموضوع. تمام. بس على فكرة السوق مشبع بالمحامين يا أستاذ نضال. مظبوط. وعمليا انك انت توجد معيشه ودخل للمحامين اللي عم تيجي على السوق جديد، يعني عمليه مش سهله طلع. واليوم تعليم المحاماه حسب رايي لازم يكون في دراسه، يعني انه هل لازم نكمل بهذا الاتجاه ولا انه نوجد وظائف اخرى، يعني مهن اخرى غير مهنه المحاماه؟ طلع. انا بدي اكون معك صريح، هذا الموضوع استعمل كثير في وسطنا العربي، بس يعني نحكي منه تطبيق ما صار فيه ولا شيء. الناس اللي كانوا موجودين ما تعاملوا مع هذا الموضوع، وهي أزمة حقيقية عندنا احنا في الوسط العربي. أنا بفكر إنه وجودي في القائمة وفي المحل هذا مع إيفي نافي ومع الشخص هذا اللي أنا تعاملت معه قبل مرة، أو أنا يعني في حياتي إذا بتنتبه أنت في 20 سنة اللي فاتوا، يعني ما كان عندي ولا أي مصلحة شخصية من النقابة، وأنا أتحدى أي واحد يكون ضد العوضي كان له مصلحة. أنا حاولت بكل ما أوتيت من قوة إني أساعد. كنت في أغلب الفترات في المعارضة، الفترة الوحيدة اللي كنت فيها في الائتلاف هي بالفترة اللي كان فيها إيفي نافي، وساعدت قديش بقدر، والله بيعلم قديش ساعدت. ولكن هاي المرة يعني خاصة إنه يقال إنه إيفي نافي ظلم الشباب لما كان الامتحان وتصعيب الامتحان، يعني إدخال موضوع سؤال النص وكل هذا الموضوع. أولاً يعني هذا موضوع صح، كان في مشكلة على الامتحان. يعني هذا مشكلة، بتقدرش انك ما تحكيش عنه، بتقدرش انك انت تقول لا والله ما كناش هناك وما شفناش شو صار. لا، كنا وشفنا اللي شايفينه اليوم. 85,000 محامي، قسم كبير عاطل عن العمل، قسم كبير ما فيش عنده. لا، في محامين بيتخرجوا محامين بيشتغلوش محاماة، بيشتغلوا بأمور أخرى. مزبوط. الهدف كان أول إشي من ناحية إنه أنا بدي محامي اللي هو بمستوى مهني أكبر. لا يصح إنك أنت اليوم تشتغل على الامتحان الأمريكاني اللي كان
وتيجي تخرج للسوق محامين مم. اللي هن على المستوى الكتابي بيقدروش يصدروا نصوص قضائيه بالحجم المطلوب بالشكل المطلوب او بالضبط. فاحنا اليوم يعني كل اللي كان عندهم صعوبات اليوم فاتوا على دائره النقابه. يعني بسأل سؤال، هن اليوم بتطلعوا انه شايفين انه في مجال بعد انه يصير في كمان محاميه؟ اذا انت بتاخذ اليوم العدد كل 100 شخص، اقل من 100 شخص عندهم محامي. طيب وين؟ احنا في كل بيت 10 يعني الاخوه والهذا. لا وغير التنافس بين المحامي العربي والمحامي اليهودي، تنافس رهيب يعني العرب بعد بيآمن من المحامي اليهودي اشطر، المحامي اليهودي واصل اكثر. احنا مش بالمنافسه، يعني احنا لو بتطلع انت قسم قليل اللي موجود في المنافسه، الاغلب هن للاسف مش لانهم هن مش محاميه ملاح، لا ولا لانهم بيقدروش، ولا لانهم بيقدروش، لانهم ما عندهمش الفرص. ليش فرص؟ وانا بحكي لك وبشد على شو بحكي، انه هاي المره انا راح اعمل في هذا الموضوع على فتح الفرص. تنطي مين بقول انه المكاتب الحكوميه هاي ما تعطيش افضليه للمحامين مثلا اللي معهم شهادات؟ يعني واحد محامي تعلم محامي، هاي مش شهاده يعني انه والله تعلمت شيء، يعني مع كل الاحترام لكل المهن الثانيه، ولكن هذا انسان اللي حط من حياته قسم كبير دفع مصاري، درس، تعب. مزبوط. نعم. اثنين هي مهنه محترمه واللي وفيها كثير من المنطق، وبتقدر انت تشتغل فيها في كل مجال. يعني ممكن نفتح هاي الامكانات. ممكن نفتح موضوع توظيف الدفاع المؤسسات الحكوميه مثلا. طبعا يعني موضوع البنوك. يعني اليوم باخذوا كثير ناس اللي مش متعلمين، ممكن تفتح كمان هذا المجال. يعني انا بذكر في بهذيك الفتره اول واحد طلع بدعايه محامي من بلدي انكتبت بالعربي. صح. اول واحد اصدر النشره الرسميه تبعت النقابه باللغه العربيه FNV. تصور اليوم احنا بنقول عن هذا يمين وهن اثنين، يعني انا ما بدي اقول لك، انا اعتقد جازما انهن اثنين يمين، انا ما بدي اخبي هذا الشيء. ولكن انت بصيرش عميد انت تظهر حالك عند اليهود يمين وعند العرب يسار، ونقعد هسه يعني نتعامل انه يمين يسار. احنا بهاي اللعبه يعني هاي اللعبه، اسمح لي اني استعمل مصطلح لعبه هبله. يعني كانت تسرب بالزمانات. اليوم انت جاي، لا انت ضد تسييس انا ضد تسييس النقابه، انا ولا الجهاز القضائي. نعم. ونفيد المحامي العربي مع مين ما كان. طيب يكون. سؤال اخير، تراكم الملفات في الجهاز القضائي، يعني في معاناه طبعا. العرب ما عندهمش امكانيات يديروا ملفات لامد طويل طبعا. وهناك مقوله انه القضاء في اسرائيل للاغنياء مش للفقراء. صحيح. واحنا يعني جل مجتمعنا شعب متواضع الامكانيات، ما بيقدر، ما عندوش نفس، ما عندوش الموارد اللي تقدر تمكنه يدير معركة قضائية لسنوات طويلة. وهي مشكلة كبيرة. يعني اليوم انت بتسأل اي واحد بالشارع يقول لك انا يا عم بدي على المحكمة، بدي احلها برا بريت المحكمة بتطول او توقيت ومحامية وكذا والاخره واجراءات، وما عندوش المواطن العربي يحمل. فانا حسب رأيي لازم نعمل شيء بهذا الباب. صحيح. طلع أنا معك وموافق الرأي إنه اليوم المحاكم هي للناس اللي عندهم الإمكانيات. اللي معوش إمكانيات اليوم ما بيقدر يأخذ محامي مليح، ما بيقدر يدفع مصاريف واستئنافات وشغلات وأنا بفكر إنه يعني هذا بيعود بالإجحاف، ناهيك عن يعني بيعود الإجحاف للمواطن، ناهيك عن إنه يعني عدا انك انت بتاخدش فرصتك وبتسويش اللي بدك اياته، او اللي انت بتشوفه عادل في رايك. يعني حتى اليوم لما انت بتتوجه لهي المحاكم وبتلاقي انك انت كعربي، فهذا من ضمن عمل النقابه انه يعني كان يعني انه المساعده في اداره الملفات، في انهائها بشكل سريع. مزبوط. عدم اثقال بالمصاريف على المشتكي او المشتكى عليه مثلا. يعني اليوم انت بتشعر انه المحكمه مسدوده من كثر العقبات اللي موجوده. نعم. واذا بتيجي على الموضوع الجنائي او على موضوع مخالفات السير بتلاقي اكبر عقوبات هي للوسط العربي. صح. هذا موضوع يعني هيك نزل من الهواء، نزل من السماء. بلكي احنا مش منضبطين على الشوارع مثل المجتمع اليهودي. طبعا ممكن، ولكن انت بتلاقي انه مثلا اللي ماخذ نفس المخالفه بين عربي ويهودي، تختلف العقوبه. صح. هذا بين يهودي وعربي على نفس المخالفه، نفس العذراء. مزبوط. وكمان عندنا يعني في موضوع، رغم اني انا مش ضد، يعني انا بموضوع السلاح وموضوع الجريمه انا مع
انه يكون العقوبه عند العرب حتى لو كانت اكثر. انا مش سائل عن للوضع اللي الموضوع، وصلنا له احنا. لانه وصلنا لوضع اللي هو يستحيل. انت اليوم النقابه من 4 سنين 5 سنين ما التفتتش لهذا الموضوع. انا بدي احكي لك كمان عن نقطه. يعني انا في الفتره اللي فاتت اللي كان ابي حيمي كانوا يقولوا يساري، وين راحت النقابه؟ شو عملت؟ كان قانون القوميه، نعم، كان الاسترفوت لهاج، شو بسموه؟ شو المشاركه في القضيه اللي رفعتها السلطه الفلسطينيه للاعتراف بها كدوله. وراحت النقابه قالت لا، انه فلسطين مش دوله. نعم. وكذا. نعم. طيب يعني وين كان صوتنا كعرب؟ انا يعني مضيت على لا بس على المكتوب وراي 100 واحد، ما لقيتهنش اجتمعوا بالاخر ضدي وطلعوني بريه الائتلاف على موضوع من هالشكل. طيب وين كان عميد باخر؟ عميد باخر صوت معه. طب هاي المواضيع ما كانتش تفوت. لا احنا مش عم نسمع حاليا. هاي المواضيع ما كانتش تفوت على النقابه بزمن ايفينافي. كون صح. يميني ولا يساري ايفينافي بقول لك انا إيجود مكتوعي اللي هو مؤسسه مهنيه تخدم المحامين فقط، لا تعنى في السياسه. تعاملها مع السياسه هي لخدمه المحامي. السياسي اللي بده سياسي يروح على الكنيست. يعني انا كمان برضه بموضوع اسامه السعدي، عضو البرلمان السابق، نائب اسامه السعدي، يعني انا لا افهم يعني ايش يعني راح دورك في البرلمان، واليوم انت بتسوق انه فلان يساري وبتروح معه على باقه وبتروح معه هون وبتروح معه هناك. طيب سالت عنه انت لعميد باخر؟ عميد باخر لا انت يعني تغيير هاي الصوره عن النائب اسامه النائب السابق اسامه السعدي. يعني منين اجى اسم تكفى بلشكا؟ من تكفى حدا شه هتكشف لك هالموضوع. قدعون سعر كتب مكتوب رسمي، نشروا السيد عميد باخر على كل وسائل الاعلام وعمموا. طيب كيف يعني انت بتيجي هون تقول يسار؟ انا بدي انصح كل النواب العرب، كل النواب العرب اتركوا هذا الحكي، اللي انتم مش مضطرين تكونوا في كل حاجه. لا بس النائب السعدي اليوم هو مش نائب، مش عضو كنيسة، هو مش نائب، ولكن كل الفترات تدخل وحاول ياثر وحاول. يعني مش في كل الموضوع بدكم تمسكوها، اتركوا المواضيع. انتم بتفهموش اكثر من الناس. يعني اسامه السعدي مع كل احترام له بفهمش اكثر من الناس. انت بتفهم زي الناس انك انت اخترت انت اصلا. طب مش من حقه اختيار مش من كمحامي حقه. ولكن اليوم يعني انا بدي احكي لك، انا كنت في مجموعه وما زلت في مجموعه محامين العرب. ظهرت كل الاشياء اللي طلعها عميد باخر في المجتمع اليهودي. كل واحد بعث او كتب عنه، لحقوا على البيت اسامه، راح لنا على البيوت، حكى معنا واخذ عميد باخر لعندين تاني يفهمن انك انت فاهم غلط. طب وين وصلنا احنا؟ وين وصلنا؟ ليش بنشتغل هيك احنا يعني بهذا المستوى اللي هو مش مزبوط؟ طب انت اشتغلت كل الوقت، بتعرف يعني انا كنت بحب تسالني نضال ليش ما اشتركتش مع هاي ليش هاي المره ما نزلتش في قائمه عربيه مثلا؟ ليش القوائم؟ طيب تعال انا احكي لك. كل الوقت اللي احنا كنا نحكي عن قائمه مشتركه شو كان ينحكى؟ تقسيم حصص لفلان ولعلان ولهذا، مش للعامه. هذا اللي هذا اللي بيحصل. طبعا هذا اخوه، هذا ابن عمه، وهذا ابن خاله، وهذا كذا. محسوبيات فيها حسب رايك؟ يعني انا ما بدي اقول محسوبيات، ولكن في كثير منها مصالح اللي هي شخصيه، لا إذا في او مصالح مقربين. طب انا اتحدى اي واحد يجي يقول نضال نفع فلان ماديا في شغله معينه. طب انا عشان هيك انا بقول لك هاي المؤسسات بنسالش عنها. طب ما هي صلنا احنا قديش صلنا 15 20 سنه مين سالها هاي المؤسسات شو بتساوي؟ ولا واحد بيسالها. انا جاي اطرق هذا الباب وانا جاي اسالها. انا ما عندي مشكله كنضال عواودي. انا موجود في مكتب وعندي رزقي وعندي دخلي والحمد لله ومبسوط وراضي. ولكن اسالني انا بشوف هذول المحامين اللي ما اخذوش فرصه زيي. انا عدد اللي بتطلع على رخصتي 24111. طلعت اليوم احنا بنحكي على 85 90000. صح. طب هاي الناس طب انا علمت ابني وانت علمت ابنك يصير محامي، تتوقع انه يصير زي فلان وزي علان اللي هن نجحوا، وهو اليوم مش ناجح مش لانه بيقدرش ينجح، لانه الفرصه موجوده قدامه. نعم. طيب وضحت هاي النقطه. هذا انسان مظلوم. وانا بفكر انه احنا اليوم، وانا يعني هذا بدي استعمل اللغه العامه، هذا اخر طلق موجود عندي. انا بدي استعمله، وانا بتمنى ان المحامين العرب يعطوني فرصه، يتركوهن من موضوع المخطره، ونتعامل معنا ونشتغل مهني ونفتح هاي الابواب. يعني اخي فايز، انا مضطر احكي لك مثلا عن موضوع الائتلافات والقائمه الوحده والكلام. يعني قبل بمره كان عندنا قائمه اللي قائمه عربيه، وانا كنت رئيسها، وخضت الانتخابات. وصلنا المفروض انك انت
يكون في مداولة للائتلاف اللي بده يفوت على الائتلاف، ايش مقابل ايش. بسأل انا رئيس النقابة، واصلا على هيك كان هذا قسم من الخلاف، انه انا لازم امشي مع الائتلاف. طب انا طب انت شو انت بالمقابل شو معطي؟ وانا ما بدي شيء شخصي. بقول لي انا اتفقت مع الناس اللي مسؤولين عن القائمة تاعتك. طب مين الناس؟ بتضح انه من وراء الكواليس ما قبل الانتخابات ومن قبل التوافق على القائمة ناس بتروح بتخلص معه على اشياء اللي انا بعرفش فيها، انا مرشح بعرفش فيها، واختلفت معها وبقيت 4 سنين بالمعارضة، وهن كملوا بواحد. يعني انا كنت هناك، انا قررت اني انا هذا الموضوع ما بدي، يعني انا بصيرش تاخذ صوتي انت انه خلصت مع فلان او علنتان، واللي هن لليوم موجودين واليوم توافقوا في قائمة اللي يعني ما عنديش شك انه الموضوع صار منهي ومقسم، وانا بديش افوت اقسم مقسم. انا برنامج اذا بفوتش انا اكون يعني طباخ هاي الطبخه بفوتهاش، انا لا مش اداه يستعملوني لا هون ولا هناك. انا المفروض اجي في برنامج معين وبرنامجي واضح، وانا بحكيها على رؤوس الاشهاد. برنامجي هو داخل المحامي معيشته وموقعه في المجتمع العربي طبعا ومكانته. هذا الاشي الوحيد اللي يعنيني في هاي المرحله. طيب الى هنا انتهينا احنا اخي نضال. شكرا، اهلا وسهلا فيك. كل واحد مذكر اسمه في هذا اللقاء يريد التعقيب، طبعا المجال مفتوح دائما وابدا. اهلا بك اخي نضال في سيدات كل العرب. يعني القيت الضوء وشرحت الموقف واضح وصريح. نتمنى لك التوفيق والنجاح لك وللقائمه اللي انت فيها. اعزائي المشاهدين الى هنا انتهى هذا اللقاء، نلقاكم في برامج اخرى ان شاء الله. دمتم بخير.